الإخوان والأخوات متابعي قناة النقيض، مرحبا بكم. والله العظيم أحيانا راسك كيضرك كتقول شنو دير، رفض الزمر كامل وهني راسك. كيفاش حنا صحاب وخوت وكاين الغدر؟ كيف يعقل الإنسان يشرك معك الطعام وأقل خطأ، ولو حنا كنسميو خطأ أسيدي، ما نسميوش حتى سوء تفاهم، أقل خطأ منك يطلع يشرشمك؟ ما يمكنش. لأنني أنا ما كنشوف الصاحب بحال ما هكاك، أنا كنشوف الصاحب إلا غلط يلتمس لي الأعذار، ولو نجرحو غيلتمس لي ألف عذر، كما يقول صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك 70 عذرا. أنا كنسول، واش هاد الناس كيلتمسوا الأعذار لبعضياتهم؟ ما يروش وما كنشوفو بعينيا، ما كاين لا عذر ولا هم يحزنون كاينة. لأن أنا كيبان لي الضحية هو المتابع، والضحية هي القيم، هي الأخوة، هي الصداقة. جوج ملاقين فهم المتابعون على أن هادوك الجوج يستحيل شي نهار يوقع بيناتهم نقاش، وحتى لو وقع النقاش غادي يطفيوه لداخل وما يخرجوش للعلن وما يعطوش للأعداء ديالهم باش يركبوا عليهم. هي قصة واش من قصة هادي. أنا ما نقولش عليها قصة، إنما غادي نقول عليها فقصة. هنا كنتفكر فاش كنت خدام في البوليس في إحدى دوائر مدينة فاس، الأمن العمومي، لأن الشرطة فيها مجموعة من التخصصات: الشرطة القضائية، الأمن العمومي اللي هما الدوائر، الجي اكسيتيرا. كنت أنا في واحد الدائرة خدام، وكنا خدامين هذاك النهار البيرمانونس. البيرمانونس كيبدا عندك من 8:30 الصباح ل 4:30، وكيجيو اللي كيشدو عليك من 4:30 ل 12 ديال الليل، وكتشد حتى من 12 ديال الليل 8:30. المهم حنا كنا شادين هذيك الفترة الصباحية، رجعنا مع 12 الليل. الأمور عادية، سرقات او اتهام بالسرقه، غالبا كيكون الاتهامات بالسرقه: الاخر راه سرقني، الاخر راه دار ليا، الاخر راه فعل ليا، تعرض ليا، دار. المهم غير الخوا الخاوي، غير تعمر الشوارج، غالبا تيكون غير تعمر الشوارج، وشي كيبغي يلصق لشي واحد الا انت راه كيلصقوا ليه. وكيجيبوا لك النجدات، كيجيبوا لك حالات السكر، التخدير، كتعاين التخدير بناء على حاله ديال التلبس، كتوضعوا تحت الحراسه النظريه. فقط تشعر السيد وكيل الملك بأنك وضعتيه تحت الحراسة النظرية. وحنا خدامين، كنت أنا وواحد العميد، جابوا لنا واحد القافلة ديال عباد الله، النجدة. ديك النجدة كنا كنسموها أودي كانوش أسماء كيطيحوا علينا خطر. اش كنا كنسموها؟ بريغاد لافيلياسيون. هذاك خاصو غير يجي عندك كياخد السميه والكنيه ويقول لك راني جبتو، تقول لي سير اخويا هاك خدام اخويا. حيت هما مطالبين بالاكتيفيتي، مطالبين بالحصيله. فما علينا، جابوا لنا هاد جوج ديال المجموعات، وكل مجموعه فيها شي 3 ديال الناس، وهادو كانوا جيران. خلاف تطور الى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الابيض. جابوا لنا الاسلحه اللي تم الضبط ديالها عندهم، جايبينهم ما ينطينهم، صوف العيالات اللي ما كانوش كيتمايطوا. السمع داز هادي، العميد كيستمع لجهه وانا كنستمع لجهه. عرفتي باش بدات هاد القصه هادي؟ باش بغدر. هما كانوا صحاب، ماشي كانوا جيران، كانوا خوت، وكانوا صحاب الروح بالروح. شكون اللي بدلهم؟ فلوس، بيع وشريه. هذا كان تيبيع قرب العيد الكبير، كان تيبيع الفاخر. الاخر عطاه الكراج، جارو عطاه الكراج، قال لي ربح بالنص. سال الفاخر، سال كل شيء، لغد ليه العيد الكبير، سامع لغد ليه العيد الكبير. فاذا بالسيد تقول ليه ادخل عندي،
الربح راه نقسموه، جمع داك الشيء كامل، زاد خلفه طلع لدارو دوش كذا، قال لي شمن الربح؟ دق عليه قال لي ما شفتي معايا ما تلعبه، قال لي اش من الربح؟ قال لي واش انا جاي نعطيك؟ قال لي انا اللي كنت وسط الفاخره وكذا، واش عقلتي عليا والحموم ورزقي؟ انت ماك عاطيني الكراج، صاحبك غادي تفرق معايا من النص، 3 ايام ديالك ها هي 3000 ريال، 1000 ريال النهار باش كريتيه ليا. والاخر كيشوف ان الارباح كثيره بزاف، تزايدوا في الهضره مني منك، شوف الفلوس كيفاش كتعمي عباد الله، مني منك مني منك هو يضرب. دابا هذاك اللي عنده الفلوس، اللي هو اللي كرا الكراج، اللي هو اللي كان واخد الكراج، ضرب مول الكراج، ما ديري رزقو ومفرشخو، ضربو بكروشي. هذاك اللي كان الفخر صحيح، الاخر نفيسه ما تسرطتش ليه، الجناوه مازالين جداد، هبط للدار ديالو لان فيها الكراج، هبط للدار جبدها من الدايا وطلع عيط، ما حل ما كيضربوا لهنا قياس الخير، ضربوا شر البلاصه كامله. الاخر معاه ولده ومرته، الوقت اللي غوت خرج ولده، هز الزرواطه، خرجت مرته حتى هي وشبكوها لك في الراجل، حيدوا ليه الموس وبداو عليه غير الراس، تفرشخ هذاك الراجل، خرجوا للزنقه كاملين على غفله مديزين البوليس، فاذا بهم كيشدهم كلهم في حاله تلبس. كاين هذا الراجل اللي هو مول الكراج، وكاين الراجل اللي مضروب، وكاين ولده هاز الزرواطه مفرشخ السيد، وكاينه الزوجه ديالو غاديين يدوهم، كينزل ولد السيد مول الكراج والمراه ديالو حتى هي كيجيبوها. فبدينا الاستماعات، سولناه، انا كنعطاوني السيد اللي مضروب اللي مفرشخ، كنستمع له شويه كيبان لي السيد ما مكابطيش. هضرت مع الدراري ديال النجده، قلت لهم تمشيو معايا، هضرت مع الرئيس ديالي اللي كان تما، قال لي صافي ديهم. فمشينا مباشره للسبيطار، اللي غرز وهاد السيد هذا قال لك غادي يشدوه، لان الطبيب قال لك ما نطلقوش في هذه الحاله، السيد راه والو ما كيقشعش. استمعنا لهذاك مول الفخر ومول الدرب في السبيطار في العنايه المركزه، سولنا قلنا ليه هادشي كامل علاش مبني؟ قال لك اسيدي هادشي مبني على الفلوس. اذا الفلوس شوفوا فين وصلت. العميد ملي سمع هادشي وملي شاف ان السيد تشد في السبيطار، ربط الاتصال بالنيابه العامه، فعطاتو امر اننا نحيلوا الاطراف ونحيلوا الاجراء المسطري الاولي، نحيلوه على الشرطه القضائيه، وذلك ما كان. من بعد ايام كنسمعوا بان هاد السيد هذا قد التحق بالرفيق الاعلى. شنو الخلاصه ديال هادشي كامل؟ الخلاصه هو ان الفلوس كتعمي، وان الرجال جربوا بجوج حوايج، يا الفلوس يا النساء، ولا تجمعوا النساء والفلوس في دقه واحده مصيبه كامله، يعني الا من رحم ربي، من لم يغره المال يغره الجمال. لذلك انا كنقول لكم ان ما يقع الان وهادشي اللي كتشوفوا فيه والتخربيق كامل راه من ورائه جوج حوايج، يا نساء يا فلوس. واعتقد ان من الرجوله ان الانسان يحافظ على الصداقه، راه الصداقه راه ما كتباعش، راه ما كتشراش، راه شكون اللي كيتحرك بالفلوس؟ هو الكركوز، الكركوز كيتحرك بالخيوطه. وهذه قصه كركوز، كركوز بن كركوز كان فين ما مد يدو يحوز، فين ما مد رجلو يدوز، كانت الصخره تنبت له اللوز. سولوني على زمانو كان زمان الخوف، سولوني على مكانو راه أرضو على حد الشوف. كركوز يا كركوز، حنا ما بغيناش نكونوا كراكيز عباد المال، بالعكس حنا بغينا نكونوا خوت احباب، حتى حاجه ما كتبدلنا، نتناقشوا
نتسابوا، ولكن كنحتفظوا على الأقل بالمينيموم ديال الترجليت، هو أنني لا أفجر في الخصام، ما كنكترش في المخاصمة، ما كنكترش في المخاصمة، ما كنفجرش في المخاصمة، ما كنفجرش في المخاصمة، لأن ملي كنفجر لا أنا لا صاحبي حتى واحد فينا ما يكون على خير. وهذه قصة أخرى غادي نعاودها لكم، وهاد القصة هادي أنا حضرت ليها. كنا خدامين في طنجة، أعتقد في 2015، خدامين ما علينا ما بينا، مريحين ما كاين لا هادي لا هادي، كلشي مزيان. ساليت الخدمة، رجعت للدار دوشت بدلت عليا القهيوة، كنجلس فواحد القهيوة، الناس اللي كتعرف بلاصة طورو، كنت نريح فواحد القهيوة كاينة ما بين حومة الشوك وبلاصة طورو، معروفة هاد القهيوة هادي، كنا كنجلسو فيها بزاف حنايا، كنريحو كنبقاو نضحكو مع بعضياتنا، البوليس كنبقاو نضحكو مع بعضياتنا. فحنا جالس أنا وواحد جوج دراري د البوليس، هادو كانوا الدراري ديال لابيجي، جالسين قصارين تنضحكو مع بعضياتنا، المهم ما تعطيناش راه حنا بوليس، شي بالشورط شي كل واحد الحياة الخاصة هاديك. فإذا بواحد جوج كنسمعوهم كيطايفو، شي كيسب في شي، كيزبلوا في بعضياتهم بلغة الطنجاوة، وتحية للناس ديال الشمال. المهم شادين، ويقول لي والو تعطيني رزقي والاخر. فنحن السارق والسمع حنا جالسين بحال كاع الناس عارفين ودنينا شنو واقع. فكنكتشف ان الدراري، انا ما كنتش خدام في لابيجي، ان الدراري ديال لابيجي سمعوا واحد السميه وما يوقفوا من بلاصتهم، مشاو ليهم ديريكت ما ينطوهم بجوج. شنو وقع؟ انهم هما اللي مفرقعين واحد الحانوت، والمسروق حصل عندهم، غير هما جبدوا قال لي انت ديتي رزقي السيمانه اللي فاتت ما عطيتينيش رزقي، ضربنا الحانوت الفلاني وما يحصلوا. اذا ها هو خصام من اجل الفلوس، خرجهم بينهم انهم شفاره، وتعرفوا وتحلات واحد الافير اللي كانت سجلات ضد مجهول، ما مخلي لا بصمات ولا غيرها، ولكن لسانهم وربي يفضحهم. فانا ما كنتش خدام هذيك الافير، ولكن حضرت لها. لذلك انا كنقول، وانا انزه الاخوان والاخوات على انهم يكونوا شفاره، ولكن ملي كنخرج انا وكنحط في المنتدى ديالي ها شنو درتي وها شنو درتي، وتحط انت ها شنو درت انا وشنو درت انا، فاعتقد بان الامور لن تسير على خير. فكنتمناو ورجاءنا الاخوان والاخوات اللي يقدر يدخل بخيط بيض ما بين الاخوان يدخل بخيط بيض، سينو ما تزيديش تزكيو وتشعلوا العوافي، لان العافيه شعلات وقبصات. وكنعرف بعض القنوات والله العظيم يسترزقون من هذه الافعال، اقسم بالله. شابكه ما بين الجوكر ومولكنا ما يفرحوا هما، لان المستوى ديالهم لا يؤهلهم بانهم يناقشوا مواضيع. هذا واقع، وكتضرهم هاد الهضره، ولكن هذا هو الواقع، ما عندنا ما نديرو. اش غيناقشوا؟ كنضحك بعض المرات كنلقى شي واحد باغي يناقش لك الايران مزرطي باغي يناقشوا الحرب الدائره الان ما بين ايران والولايات المتحده واسرائيل. باش غادي يناقشها؟ يناقش سياسيا ما يعرفش، ايديولوجيا والله ما يعرف شكون هما الشيعة. هؤلاء قتلة الانبياء، وهؤلاء قتلة الصحابه، او وحدين قتلوا الانبياء ووحدين قتلوا الصحابه ويقتلون. انا اقول ان ايران اخطر من اسرائيل، وهذو اللي كيخرجوا من مظاهرات والله لا يعرفون من هي ايران قسما بالله. وانا اعرف بان في طنجة كاين تغول شيعي، بداية للفكر الشيعي، واكثر واحد كان معروف بانه شيعي ومشهور اعتقد رضا الرياحي، لاعب الرجاء والجديدة. ومن لا يعرف رضا الرياحي راه جا مفربل من الكويت. شنو جا مفربل؟ جا مفربل، السيد شيعي الى اقصى درجه، راه كان حماق. وبالتالي انا كننصح الناس اللي يطلعوا على ما هو شيعي، الا ما متمكنش
انا انصحك ما تمشيش تصنت لهم، راه غيديروك الطلاميس، والله تيديروك الطلاميس. وبالتالي ما تقدرش انت تجاري هذوك الناس، غيبقى يحطوا لك شبهات. ويل لمن تنبحها كلاب الحواب، وغادي يبقى يحط لك شبهات، وغادي يخليك تشكك في عائشه رضي الله عنها، وتشكك في عمر بن الخطاب، في ابو بكر، وعندهم الشبهات ديالهم، واغلبها اسرائيليه، احاديث اسرائيليه موضوعه. لذلك نرجعوا للموضوع ديالنا. الاخوان والاخوات، اعتقد بانه آن الاوان كل واحد يشد طريقه. الله يرحم لكم الوالدين، كل واحد يشد طريقه. ولا عجبتكم هذه القضيه ديال انا مره ندخلوا في المواضيع ديالنا، ندخلوا قصص، فاكتبوا لي رقم واحد. كان معكم النقيض، الى الملتقى، السلام عليكم.